السلام عليكم متابعي الكرام، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن صحه والتمام وانتم تتشاهدوا. اليوم الفيديو ديالنا غادي يكون عباره عن شباكيه اللي تجي رائعه في المذاق ديالها، تجي معسله وشاربه العسل بجميع الاسرار. بشحال تخدموها وبشحال تاع الوقت تاخذ لكم وشحال من كيلو غادي تخلي لكم. جميع الاسرار غادي نكتشفوهم في هذا الفيديو. شباكيه كيف ما تشوفوها نتوما تجي كامله معسله رائعه شاربه العسل بواحد الطريقه اللي هي سهله وما تتاخدش الوقت. غادي نخليكم مع هذا الفيديو باش تكتشفوا الاسرار كامله. هانتوما كيف ما تشوفوا شباكيه رائعه البنات هشيشه. شباكيه ضروري في هذه المناسبه تاع رمضان. الله يدخلوا علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالصحه والسلامه. كيف ما تشوفوا هنايا راني صافي صيبتها، غادي يجيو يديوها مواليها. هذا الفيديو غادي نقول معاكم حتى الثمن وشحال من كيلو تتخلي. غادي نشارك معاكم جميع التفاصيل باش تجيكم هاد الشباكيه ناجحه. وهنايا غادي ندوز معكم المقادير وطريقه التحضير. هنايا عندنا الفورص ضروري يكون البنات نوعيه جيده. عندي 2 كيلو، عندي هنايا 3 المعالق تاع القرفه. هنايا عندي معلقه كبيره تاع المسكه الحره، طحنتها مع واحد المعلقه تاع السكر السنيده. هنايا عندي 2 معالق كبار حبه حلاوه. هنا واحد شويه تاع الملح. هنايا عندي 3 المعالق تاع النافع. وهنايا عندي زنجلان خضر طحنته مزيان. هنايا راني تنهضر معكم وفي نفس الوقت تنعطيكم المقادير باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هنا 2 كيسان استعملت في الكميه ديال الدقيق. هنايا عندي اللوز حتى هو خضر طحنته حتى هو مزيان، يا اما اللوز بالقشور ديالو ولا بلا قشور اللي عندكم توفر. صافي هنايا غادي نبدا ندخل في هاد المقادير في الدقيق مزيان. هذه هي نصيحه من نصائح ضروري البنات يدخل هاد المواد تدخل في الدقيق مزيان. هنايا تنبقى هكايا تنعطيه الوقت ديالو، تنبقى ضروري ندخل هذوك المواد في الدقيق مزيان. وهنايا غادي نقسم الشقه، غادي نخلي هذا الشيء يرتاح حتى للغد اللي في الصباح، هي اللي غادي نبدا نغربل فيه باش نتفاداو البنات اي حاجه هكايا ما مطحوناش مزيان في الطحانه، زنجلان ولا اللوز ولا شي حاجه. تنعقب نغربل بحال هكا باش ما تقطعش ليا العجينه. هذه هي طريقه ضروري منها. صافي تنبقى نغربل هادشي مزيان. هاد الطريقه ضروري منها نتوما كيف ما تشوفوا. ضروري ما تيبقى هكا زنجلان ولا دوك القشور اللوز ولا اي حاجه. غادي نبقى نستمر غنغربل كامله الكميه تاع الدقيق اللي عندي. كيف ما تشوفوا ضروري كيف ما قلت لكم تيبقى هكا زنجلان ولا اي حاجه. بهذه الطريقه تنتفاداو باش ما تقطعش لينا العجينه. نتوما تشوفوا هادشي اللي خرجت ليا. صافي غادي ندير هنايا واحد الحفره الوسط وغادي ندوزو باش نوريكم السوائل اللي غادي نحتاجو. هنا عندي 2 معالق كبار ديال الخل. عندي هنايا 2 كيسان بين الزيت النباتيه والزيت البلديه. هنايا عندي 2 كيسان
تاع الماء اللي درت فيهم الضامة تاع الزعفران. هنايا عندي 2 كيسان ديال المزهر. هنايا عندي 2 كيسان تاع الزبدة اللي ذوبتها مزيان تا ولات عندي هكا تبدل اللون. وعندي هنايا للاضافه نص كاس ديال الماء عادي. وعندي 2 خمارات و2 اصفر بيضه، خمارات تاع 7 غرام البنات. صافي هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. هنا غادي ندير الخماره كيف ما قلت لكم 2 خمارات. غادي ندير زيت البلديه وزيت النباتيه. هنايا عندي الزبدة. هاد الزبدة البنات ضروري نذوبوها مزيان حتى يتبدل لها اللون ديالها كيف ما تتشوفوا، تتولي على شكل زبدة نوازيط. صافي هنايا غادي نبدا ندخل هذاك الزيت والزبدة مزيان هكايا بدقيق. هكا بهاد الطريقة ندخل وفي نفس الوقت بحال هكا نحربلها. تنتمنى تكون الطريقة مفهومة. نتوما البنات غير تبعوا هاد النصائح وغادي تنجح معكم الشباكية من اول مرة. بالنسبة للبنات اللي تيخدموا كمية قليلة كيلو، راه تقدروا البنات انا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف على حسب كيلو واحد لما بغيتوش ديروا هكايا كمية كثيرة. هانتوما كيف ما تشوفوا من بعد ما حربلت مزيان هذاك الزبدة والزيت دخلتهم الدقيق مزيان. صافي هنايا غادي ندير 2 اصفر بيضة. بالنسبة اللي عنده حساسية من البيض يقدر يستغنى عن البيض. صافي هنايا خلطت هادوك 2 بيضات. هنايا 2 معالق كبار ديال الخل. هنايا بالنسبة هنايا كيف ما قلت لكم درت الضامة تاع الزعفران. اللي عنده زعفران بغى يديرو شعرة راه تيجي من الاحسن. راكم عارفين البنات الزعفران راه تيكون طالع في الثمن ديالو على حسب شحال غادي تبيعوا الشباكية. هنايا انا درت غير ضامة. بالنسبة اللي ما عندوش هاد الضامة يقدر يدير غير هكاك الملون، راه تا هو تيعطي اللون نفس هكا كيف ما تشوفوا. صافي غادي نستمر غادي نبدا نجمع هكايا في هاد العجينة. صافي هنايا غادي ندير دوك 2 كيسان تاع المزهر. صافي وتنبقى ندخل هكايا غير بشويه البنات في العجينه. العجينه خاصها ضروري تكون قاصحه، ما تجريوهاش البنات. قد ما كانت قاصحه العجينه في الاول قد ما تجينا هشيشه الشباكيه. هذه ضروري هاد السر البنات ما تخدموا به. تكون قاصحه العجينه في الاول. قد ما كانت قاصحه كيف ما تشوفوا قد ما الشباكية تجي هشيشة. ولا كانت العجينة رطبة في الاول راح تجي الشباكية قاصحة. صافي هنايا دا كان نصف ساع كاس ديال الماء تنبقى نضيف فيه بشويه راه على حسب الدقيق كل واحد والدقيق ديالو كيفاش يكون. كاين اللي تيشرب كاين اللي لا. صافي كيف ما تشوفوا هنايا دلكتها مزيان. اللي عنده العجانه راه يقسم العجينه ويديرها في العجانه، واللي ما عندوش راه غادي يدلكها. انايا دلكتها مزيان وكل هكايا قسمتها على 3
وكل 3 الكرات قسمت منهم 3 الكرات اخرين على حسب باش تقدروا تخدموا بها مقاده. صافي هنايا كيف ما تشوفوا خليت معاكم هاد الاخرانيه، غادي نقسمها هكايا على هاد الكويرات وغادي نديرهم في واحد البلاستيكه ونخليهم هكايا واحد 15 دقيقه. صافي كيف ما تشوفوا على هذا الشكل اللي غادي ندوزو للمرحله الاخرى باش نوريكم كيفاش غادي نقسموها باش تجينا الخدمه سهله. انا كيف ما تشوفوا راه البارح درت الدقيق، اليوم بقى ليا غير هكا زدت عيني دوك السوائل. صافي تنقسم الشقه باش ما كيف ما عارفين الشباكيه راها تشد الوقت، الواحد خاصو غير ينظم الوقت ديالو. صافي من بعد ما داز واحد 15 دقيقه غادي ندوزو نهزو الكره الاولى، غادي نسرحوها كيف ما تشوفوا العجينه راها ما تتقطع ما حتى شي حاجه البنات. وتا هاد المدلك راه تيساعد، هذا اللي تيدور بوحدو احسن من الاخر تاع الخشب. صافي غادي نسرحها على هاد الشكل. العجينه راه تجي رائعه البنات، ما تتقطع ما تتفرتت ما تتلصق ما حتى شي حاجه. تبعوا غير المقادير راها مضبوطه وتجي ناجحه هاد الشباكيه. صافي هنايا غادي نتنيها على شكل مسمنه، غادي نقاد هكايا. صافي بهذه الطريقه راها ساهله. صافي غادي نبدا نقطع هكايا البنات. هاد الطريقه ما تتبقاش تشيط لينا العجينه بزاف. راكم عارفين الشباكيه ديال اللوز ضروري تتنشف بالزربه، وهاد الزوائد اللي تيبقاو داكشي راهم تينشفوا. باش نتفاداو هاد القضيه انا غادي نتبع معكم هاد المرحله باش ما تقصعش لكم العجينه في الاخر دوك الزوائد اللي تيبقى. صافي تنخشيهم هكا في واحد البلاستيكه. صافي من بعد ما قطعتهم بهذه الطريقه غادي نخشيهم ثاني في البلاستيكه وغادي نخليهم يرتاحوا. غادي ندوز معكم كويره الثانيه بنفس الطريقه. صافي بنفس الطريقه غادي ندير هكايا على شكل مسمنه. صافي تا غادي نستمر نكمل الكميه كامله اللي عندي. كيف ما تشوفوا ها هي كملت الكميه. هنا غادي ندوز نسد عليهم مزيان وغادي نخليهم هكا في الثلاجه. من بعد ما داز واحد 10 دقائق غادي نجيب اللي درت الاولانيين. صافي غادي نسرحهم هكايا شويه بالمدلك، نخليهم على شكل تاع الطول باش غادي نديرهم في الوراقه. صافي من هنايا من بعد ما درتها على هذا الشكل انا غادي نجيب واحد البلاستيكه
اللي غادي نخشي فيها هذه اللي ورقت. هنا كيف ما عارفين راه كيف ما قلت لكم الشباكيه ديال اللوز راها بساعه تتنشف. ضروري البنات من البلاستيكات. صافي غادي نسرح من بعد ما ارتاحت لينا شويه. راها ساهله هكايا باش نبسطوها بالمدلاك. صافي غادي نقاد هكايا مزيان ونخشي في البلاستيكه. صافي هنايا كيف ما تشوفوا هذه هي الجراره اللي عندي. غادي نستعينوا حتى بالجراره الاخرى. هنايا بالنسبه للوراقه انايا غادي نديرها في النمره 3. نتوما على حسب كل واحد واش النمره اللي عنده وعلى حسب الشباكيه. كاين اللي تيبغيها غليظه وكاين اللي تيبغيها رقيقه. صافي هنايا غادي نورقها. هانتوما شوفوا على هذا الشكل. العجينه راها رائعه البنات. ما تتفرتت ما تتقطع ما حتى شي حاجه. تبعوا غير النصائح اللي عطيتكم والمقادير. صافي هنايا هاد الجراره انا تتساعدني البنات بزاف. غير ضغطوا عليها شويه راها تيتماركه. وفي نفس الوقت تنستعنوا بهذه الاخرى اللي ما تقطعاتش لينا تنعقبوا نقطعوها هكايا بالجراره تاع العود. بالنسبه اللي باغيها كبيره راه تيسرحها عاديه ويقطع هو الشرائط اللي بغا. هانتوما شوفوا البنات بهذه الطريقه راها ما تضيعش العجينه بزاف. صافي هنايا غادي ندير جوج على جوج وغادي نشيط هذا اللي بوحدو. صافي غادي نضغط مزيان. الطريقه راها ساهله تاع التشبيكه وتجي رائعه. واخا صغيره البنات ولكن راه على حسب الكوموند. متى تكون كميه كبيره هاد الجراره راها تتسهل. ماشي بحال ملي تبداي تحسبي وديري بوحدك تجي شويه صعيبه باش تخدمي كميه كثيره. صافي بنفس الطريقه جوج على جوج. وهنايا دوك الجوانب غادي نقرص مزيان باش ما تحلش لينا العجينه عند القليان. صافي وغادي نسرحها. التشبيكه تجي رائعه. صافي سنبقاو نقادو هكايا في هاد الرويسات. نتمنى تكون الطريقه واضحه. صافي غادي نبقى نستمر تنكمل الكميه كامله اللي عندي. صافي هنايا هذه هي الكميه كامله اللي خرجات ليا تاع الشباك.
صافي هنايا عندي الزيت اللي غادي نسخنها في مقله كبيره، وهنايا عندي العسل اللي وجدته من قبل. العسل راه عندي في القناه الا بغيتو تشوفوا الطريقه تاع العسل. صافي هنايا غادي ندير 2 ساعة العسل. العسل هنايا دفيته البنات شويه، حقاش لا خليتوه هو يا هكايا ما دافيش غادي يهرس الشباكيه. الشباكيه كيف ما عارفين متى تكون سخونه راها ساعه تتهرس. انا دفيته غير شويه. صافي هنايا الزيت من بعد ما سخنات الزيت تكون متوسطه البنات، ما تجهدوش عليها البوطه باش ما تطيب لكم على خاطرها. لا جهدتوا البوطه البنات راها تتحمر بزاف من الفوق ومن الداخل ما تطيبش. العافيه تكون متوسطه. كاين بعض البنات اللي تيجيو حتى الاخر تيجهدوا البوطه وتتخسر لهم الشباكيه ديالته. صافي هنايا العافيه تكون متوسطه، نعطيوها حقها في الطياب. بالنسبه للشباكيه انايا راه في النهار ها تنشبكها وتنقليها، ما تنبغيهاش البنات تبات. هذه حتى هي كنصيحه. صافي هنايا بواحد المعلقه تنبقى نكب هكايا في هذا الزيت من الفوق. صافي وتنبدا هكايا نقلب فيها حتى تاخذ لينا هذا اللون الذهبي كيف ما تشوفوا. صافي هكايا وتنحطها في العسل. كيف ما قلت لكم العسل هكا متى تكون كميه كبيره قسمت العسل على 2. صافي هنايا غادي نخليها هاد القليه اللي كملتها غادي نخليها هنايا في هاد العسل. صافي والقليه الثانيه غادي نديرها في العسل الاخر باش غادي نخلي الشباكيه تشرب مزيان داك العسل. صافي بنفس الطريقه غادي نستمر تنكمل الشباكيه كامله اللي عندي. نتمنى الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى نكون فدتكم بالنصائح كامله. صافي هنايا من بعد ما حطيتها هكايا تسكتر من هذاك العسل ديالها، هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالتنا. نتمنى الحلقه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم مع جميع الاسرار اللي عطيتكم. ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم الى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله ووصفه جديده. ورمضان مبارك على الجميع.